السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا 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 من الفيديو بتاع امبارح. اول حاجه كده بقى قمت كده من النوم، نزلت جبت عيش وجبت فطار وجبت حاجه، جبت مكرونات وكده وال والحاجات اللي انا جايباها البطاطس والبصل والخضار وكده. انا كنت بصراحه يا جماعه جايباهم من امبارح بالليل، بس مرضيش افضيهم، قلت ايه لازم افضيهم معاكم. اول حاجه بقى كده طبعا طلعت من الشارع، فطرت، قلت بقى اقوم اصور لكم فيديو. هنا بقى بص بقول لكم البطاطس يا جماعه، ربنا اللهم استعين، بجد 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 في الاسعار. البطاطس بكام؟ ب20 جنيه، والبصل ب35 جنيه. الله المستعان، الحمد لله على كل شيء. انا بقى كنت جايبه 2 كيلو بصل واتنين بطاطس، وجبت انت بقى ايه رصت البطاطس والبصل. أنا طبعا اصلا كان عندي بصراحه يعني بصل بطاطس يعني من الشهر اللي فات. انا بصراحه يا جماعه بنجيب البصل والحاجات دي بالشهر، بدل ما انتوا تكونوا ايه عايزين كيلو بطاطس، لا عايزين نص، لا مش عارفه عايزين ايه، لا احنا بنجيب بصراحه بالشهر وبنخليه. فاهمين قصدي؟ فبس فانا كان عندنا بصل قديم، فحطيت البصل القديم اهو ده اللي انتوا شايفينه ده، حطيته ايه قدام، والبصل الجديد هحطه من ورا، عشان نستعمل الاول القديم عشان ما يبص، والجديد بقى نستعمله ان شاء الله. وده برضو كان فيه برضو كام 3 بيضات قدام بقى حطيتهم من قدام، زي ما انتم شايفين كده معايا في الفيديو. طبعا مش عايزاكي تنسي اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعك واشتراكي في القناة عشان يوصلك كل جديد مني. تدعميني طبعا باللايك، عشان اللايك بتاعك بيحمسني جدا وبيخليني افضل انزل لكم فيديوهات على طول. زي ما انتم شايفين كده هنرص بقى البطاطس في السبت ده، بعدين بقى ايه رص البطاطس سوري البصل. بس كده. بصراحة يا جماعة لما اجيب حاجة بالشهر انا بالنسبة لي بتوفر اكتر. يعني معلش لو في يوم مثلا تنزلي او تعبانة او مفيش فلوس، يعني عادي هتلاقي نفسك عندك بطاطس وعندك بصل وعندك مثلا مكرونة وعندك طماطم وكده، فهتلاقي نفسك في يوم مصرفتيش ولا اي حاجة يعني. فاهمين قصدي؟ فالحاجة في البيت بصراحة يا جماعة بتنفع. بس كده. زي شايفين كده هحط بقى البصل، افضيه. طبعا خلاص يا جماعه احنا هنبطل. انا لسه امبارح بقول للخضري بيقول لي بس ب35 البصل 35 جنيه، وممكن يوصل ل40. فقلت له خلاص احنا هنبطل نعمل محشي خلاص. او بصراحه يا جماعه انا بالنسبه لي بياخد مني بصل كتير المحشي. انتوا طبعا عارفين ان انا يعني انا بقالي اسبوع ولا اسبوعين فتحقنا عملت مرتين محشي. فانا بجد بحب المحشي جدا، فخلاص انا هبطل يا جماعه اعمل محشي. اي حد بيحب المحشي زي ما يعملش، خلاص احنا هنعمل اضراب للمحشي. زي ما انتم شايفين كده هنفضي بقى البصل، خلاص بقى هنحطه بقى زي يعني في مكانه. شوف هنعمل بعد كده. جيت بقى كنت داخله سوبر ماركت بيم، فبجيب مكرونات، جبت بقى مكرونات. جبت مكرونه دي اسمها خواتم. ليه بقى صراحه يا جماعه انا بعشق نوع مكرونه قصدي الملكه. يعني بحبها جدا. ودي مكرونه اللي هي التحمير، جبت كيسين. وجبت ايه تاني بس ما لو جبت كيس لسان عصفور، عشان انا بعشق لسان عصفور طبعا انتوا عارفين بحب لسان عصفور جدا. جبت 2 اقلام واتنين سباكيتي. جبت اقلام. جماعة كمان في المكرونة الملكة القطمة الخشنة اللي هي لونها بيبي بلو دي، جامدة جدا، احسن من دي. بس انا بصراحة ما لقيتش، وانا كنت بقى عايزة اجيب عشان خاطر ما كانش عندنا مكرونة زي ما انتم شايفين كده، الضرفة فاضية. فقلت خلاص انا هجيب دي وخلاص. بس برضو دي مش وحشة، دي حلوة على فكرة، بس التانية احلى برضو كان انا بحبها. جبت 2 اقلام واتنين سباكيتي وواحدة خواتم واتنين تحمير، وجبت لسان عصفور. نضفت بقى الضرفة، هنرص بقى المكرونة بتاعتنا. بصراحة يا جماعة مش بفضيها في علب، بس انا بفضيها في علب ليه؟ وبعدين يعني ماما كمان مش عندها علب كبيرة تسيها يعني المكرونة كده، فانا بحطها كده بالكيس بتاعتها عادي يعني مفيش حاجة. واحنا اصلا لما بنفتح الكيس بنعمله كله، مش بنخبي ايه يعني منه. هنرص بقى زي ما انتم شايفين كده، هنرص كل الحاجة اللي احنا جايبينها. بص بقى انا بص يا جماعة العشق بتاع المكرونة السباكيتي، بجد جميلة جدا انا بحبها قوي. اهي حطينا بقى الحاجة اهي زي ما انتم شايفين كده، رصيناهم بقى.
شوف هنعمل ايه بعد كده. طبعا هتقولي ايه ده يا اسماء انت جبتيش شعريه؟ لا انا بصراحه كان عندي كيسين شعريه من الشهر اللي فات اهو كيلو. النوع المكرونه دي اسمها بوكلا، جميله جدا على فكره. وطبعا السكر، طبعا محدش يتكلم على السكر. كان عندي كيلو سكر فضيته في علبه. بفضي بصراحه السكر والشعريه في علبه. وانا بقى قلت افضي الشعريه. انا كانت شعريه دي لازم قلت لكم كان عندي من الشهر اللي فات. بس يا جماعه مع مكرونه البوكلا دي بتبقى برضو في بم، بس بصراحه النوع منها اللي كله حلو ما عدا المكرونه الاسباجيتي، بتبقى تخينه كده ومش حلوه بصراحه. يبقى خلاص فضيت السكر فضيت الشعريه. وانا بقى المكرونه لسه طبعا ايه هجيب رز، بس إيه انا بس قلت انزل لكم الفيديو النهارده بارت 1 من مشتريات الشهر. وان شاء الله بكره هنزل لكم فيديو تاني بقى يبقى فيه اللحوم وفيه حاجات العطار والرز وحاجات الصبانه وكده. يبقى خلصنا كل ملزمات الشهر. احنا بعمل كده بصراحه. جبت هنا بقى طبق كبير، حطيت فيه ميه، حطيت فيه خل. حط بقى الخضار اللي انا كنت جايبها امبارح. بصراحه ما جبتش طماطم عشان انا عندي 3 كيلو طماطم في التلاجة. برضو عايزه اصلصلهم معاكم. انا بقى هغسل الخضار. برضو يعني طماطم مش غاليه، يعني طماطم تقريبا عندنا ب8. هنا اقول لكم اسعار الفلفل ده ب14، والبتنجان اللي هو الرومي ب8، والبتنجان العروس ب8 برضو. وجبت حاجات مكرونات ب100 جنيه. اه بس كده. وجبت برضو حاجات بصراحة، بس انا مصورتلكوش. جبت مناديل وجبت حاجات شخصية وكده برضو، بس جبتهم امبارح كنت في مشوار وجبتهم وانا جاية. بس كده. بصي انا كنت طبعا ايه، انا كلام زهقني مش عارفة روحنا فين. اه احنا هنا كنت حاطة طبعا في المية خل، هنشيل الخضار منه ونطلق المية ونحط تاني مية نضيفة ونغسل فيها الخضار، بعدين ايه نطلعها من المية النضيفة اللي احنا من غير خل، المية عادية المية اللي من الحنفية يعني عادي. انا قعدت اتكلم معاكم وكلام خدني، عشان كده معرفش احنا وصلنا لغاية فين. والله يا جماعه انتوا وحشتوني جدا فعلا، عشان امبارح ما نزلتش فيديو. طبعا عشان عارفين الموضوع ماما كانت عيانه، فانا امبارح بصراحه ما كنتش منزله فيديو. فبصي النهارده قلت لا انا عايزه انزل لهم فيديو. انا حتى يعتبر يعني يوم ما صورت الفيديو، انا صورت لكم النهارده الاربع. يعني انا صورت الفيديو اللي يعتبر الصبح، انا هو المغرب وبعمل لكم مونتاج عشان انزل لكم الفيديو، عشان انتوا وحشتوني قوي قوي قوي. انا بقى خلاص افتكرت حطيت ميه تاني اهي عشان اغسل بقى الخضار، وبعدين بقى ايه نصفيه. حطيت طبعا الخضار تاني ونشطفه. طبعا انتوا عارفين يعني الخضار لازم يتغسل كذا مرة، ان هو من ايد لايد لايد، فيعني الله المستعان ممكن يكون فيه ميكروبات يعني او جراثيم حاجات كتير جدا، فاحنا لازم نغسله كويس جدا. نستوي طبعا بالخضروات عشان الخضروات دي احنا بناكلها، يعني بناكلها، فما ينفعش ان احنا نأهمل في غسيلها وكده. زي ما انتوا شايفين كده. نغسل بقى البتنجان. والرسوم بقى كنت جايبة فوطة نضيفة طبعا كنت مغسولة يعني بتاعة المطبخ، وارص عليها الخضار دي واسيبه لغاية ما ينشف، وبعدين ايه احطه في طبق في في التلاجة. الله اكبر الله اعظم. اهو يا جماعة انا والله بعمل لكم منتج وهو ده اقامة المغرب. هو ممكن عبال ما ينزل لكم يكون العشاء، عشان انتوا عارفين بياخد وقت عبال ما ينزل. هو نغسل اهو البتنجان الرومي. متزهقوش مني ان انا برغي الناس دي، بس انتوا وحشتوني جدا فانا قلت لازم ارغي معاكم النهارده. بس كده هنشطف بقى الفلفل ونعمل ونشيل بقى كده ونرصهم كده كل حاجة لوحديها لغاية ما ينشفوا. بس كده. نطلع كل البتنجان زي ما انتوا شايفين كده معايا بالفيديو. عذرا طبعا يعني الجميع جنبينا فهو بيصلي، انا معرفش لو كان بيصلي الغدا ما كنتش عملت لكم مونتاج دلوقتي. بس هو خلاص اصلا الفيديو يخلص عشان ما تزعجوا، ما فيش حاجه تزعجلكم ودنكم. بس كده اهو خلصنا ندلق الميه. ودي بقى هم رصتهم، حطيت الفلفل وبتنجان وبتنجان الرومي. وبس كده. الروتين هو بتاعنا سهل وسريع، وهكمل لكم ان شاء الله بكره. وبعدين بقى قلت اروق على نفسي، جبت بقى برتقانه ليا وبرتقانه لماما عشان اقشرهم واقول لكم مع السلامه. توحشوني جدا.